السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة فهم الذات. في إحساس صعب وتقيل جدا ممكن يعيش جوه الإنسان سنين طويلة من غير ما يقول لحد عليه. إحساس إنه مش كفاية، مش حلو كفاية، مش ناجح كفاية، مش محبوب كفاية، مش ذكي كفاية، أو حتى مش مهم كفاية. الإحساس ده بيخلي الواحد يقارن نفسه بكل الناس، ويدخل أي مكان وهو حاسس إنه أقل من اللي حواليه، ويفرح بإنجازه لحظة واحدة بس، وبعدها يسأل نفسه: طب وبعدين؟ هل ده كفاية؟ هل الناس فعلا شايفاني؟ هل أنا أستحق أصلاً؟ رحلة النهاردة أو الشرح اللي هنقدمه هدفها إننا نفهم الإحساس الصامت ده، ونعرف إنه مش دايماً حقيقة، لكنه في الغالب مجرد إحساس اتكون جوانا وبقى جزء من نظرتنا لنفسنا. مش كفاية، مش ناجح، مش محبوب، بتلخص الوجع ده كله. الإحساس المكتوم ده بيخلي الإنسان عايش في حالة مقارنة مستمرة وشك دايم في نفسه، بيشك في قيمته حتى في عز لحظات نجاحه، وبيفضل يتساءل من جواه إذا كان بجد يستحق أي حاجة كويسة تحصل له. كأن في صوت داخلي بيطفي أي فرحة وبيسحب الثقة بالنفس أول بأول. الإنسان ممكن يكون اتعامل بطريقة في وقت من الأوقات خلته يحس إن قيمته مش ثابتة، وإنه لازم دايما يعافر عشان يثبت حاجة لمجرد إنه يبقى مقبول. الكلام ده بياخدنا لنقطة مهمة جدا. يعني إيه أصلاً شعور بالنقص؟ زي ما احنا شايفين في التعريف، هو إحساس داخلي بإن الواحد أقل من غيره، وغالباً مفيش أي دليل حقيقي على الكلام ده على أرض الواقع. هو ببساطة مجرد جرح قديم اتكرر كتير لحد ما العقل صدقه. المشكلة عمرها ما بتكون في الواقع، المشكلة في الطريقة اللي الشخص شايف بيها نفسه. يعني ممكن الواحد يكون ناجح ومحبوب وشكله جميل، لكنه لسه بيشوف نفسه بعيون الناس اللي قللت منه زمان، مش بعين حقيقته هو. والمشكلة الأكبر إن الشعور بالنقص ده مش بيظهر بوش واحد واضح وصريح، لا ده ليه وشوش كتير مستخبية. ممكن يظهر في صورة شخص بيقارن نفسه باللي حواليه طول الوقت، أو شخص بيحاول يثبت نفسه بزيادة وبطريقة مرهقة جدا عشان يعوض النقص اللي حاسس بيه. وممكن يظهر في صورة خوف مرعب من الغلط لدرجة تخلي الواحد يخاف يتكلم أساسا أو يعبر عن رأيه. وأحيانا بيوصل إن الشخص يقبل علاقات مؤذية وسامة لمجرد إحساسه الداخلي إنه ما يستحقش أحسن من كده، أو يرفض نفسه قبل حتى ما يدي فرصة للناس إنها ترفضه. والمقارنة المستمرة دي بالذات تعتبر من أكبر أسباب الجرح ده. المقارنة بتخلينا ننسى أن كل إنسان عنده ظروفه الخاصة، معاركه المستخبية اللي محدش يعرف عنها حاجة، وتوقيته المختلف في الحياة. الواحد بيبدأ يقارن شكله، شغله، فلوسه، شخصيته بغيره، وبينسى تماماً أن رحلة كل بني آدم مختلفة بكل تفاصيلها. المقارنة دي بتسرق أي إحساس بالرضا، وبتخلينا دايماً بنجري في سباق إحنا اللي خلقناه في خيالنا وملوش أي نهاية. والمقارنة دي بتوصلنا لقمة الظلم اللي ممكن نمارسه على نفسنا. تخيلوا إننا بنقارن أجمل وألمع لحظات في حياة حد تاني بأضعف وأكتر اللحظات الصعبة والهشة في حياتنا إحنا. بنشوف الواجهة المثالية لحياة الناس بالفلتر والابتسامة المترتبة واللحظات السعيدة اللي متصورة بعناية، ونقارنها بالكواليس بتاعتنا اللي مليانة تحديات ولحظات ضعف. دي مقارنة غير عادلة بالمرة، وبتعمق الإحساس بالنقص بشكل مخيف، لأننا ببساطة بنقارن واقعنا الحقيقي بمسرحية غيرنا. طيب الإحساس ده أصلاً بيجي منين؟ المقولة دي بتلخصه: أنت مش نافع، شوف مين أحسن منك، أنت دايماً ناقصك حاجة. كتير من الناس اتربوا على النقد القديم أو التربية القاسية، وسمعوا الجمل دي بتتقال لهم بشكل مباشر. الكلام ده ما بيموتش، بيفضل عايش جوه الإنسان حتى بعد ما يكبر ويبقى مستقل. الصوت اللي بينتقد ويأنب من جوه بيبقى مش صوته الحقيقي، لكنه مجرد صدى لكلام قديم اتقرر عليه كتير وهو صغير لحد ما ساب أثر عميق وبقى جزء من حواره الداخلي مع نفسه. ومن أكبر الحاجات اللي بتغذي الصوت القاسي ده هي التنمر وتجارب الرفض. كلمة جارحة اتقالت زمان في المدرسة، تعليق سخيف على الشكل، تجربة رفض أو موقف إحراج قدام الناس، كل ده بيسيب أثر عاطفي مستمر. العقل ممكن ينسى تفاصيل الموقف مع مرور السنين، بس القلب والوجدان بيفضلوا فاكرين الإحساس، إحساس بإن الواحد غير مرغوب فيه، أو مش جميل، أو أقل من غيره. والإحساس ده بيرجع يظهر ويوجع من تاني كل ما الشخص يمر بأي موقف مشابه في حاضره. وهنا بيحصل تحول غريب وخطير جدا في التفكير. العلاقات المؤذية بتخلي الواحد بدل ما يسأل ويحاسب الطرف اللي بيأذيه، يبدأ يلوم نفسه هو. لما يكون في شخص بيقلل منك أو بيقارنك بغيرك أو بيستهين بمشاعرك، طبيعي إنك تسأل ليه الشخص ده بيأذيني. لكن اللي بيحصل إن الواحد بيبدأ يسأل هو إيه اللي غلط فيا أو إيه اللي ناقص فيا ومخليه عاملني كده. العلاقات دي بتخلي الواحد يشك في قيمته الحقيقية ويدور على العيب جواه، بدل ما يدرك إن السلوك نفسه هو اللي مؤذي ومريض. وكل التراكمات دي بتاخدنا لحالة من الإرهاق التام. محاولة إثبات النفس طول الوقت شيء مرهق جدا وبيستنزف الروح. السعي الدايم عشان الإنسان يثبت إنه ناجح ومحبوب ومتفوق وفوق أي نقد هو سعي ملوش أي نهاية. كل إنجاز بيحتاج بعده إنجاز أكبر، وكل كلمة مدح بنحتاج بعدها كلمة تانية، لأن القيمة مربوطة دايما بدليل من بره.
الموضوع عامل بالظبط زي اللي بيحاول يملى كوباية مخرومة، مهما حط فيها مجهود وتعب هتفضل دايما فاضية من جوه، وهيفضل الاحتياج مستمر ومقلد. وده بيوصلنا للسؤال المهم جدا اللي دايما بيطرح نفسه: ليه الإحساس بالنقص ده مش بيختفي حتى لو الواحد حقق إنجازات كبيرة ومبهرة؟ الإجابة ببساطة هي إن المشكلة عمرها ما كانت في عدد الإنجازات أو في نقص النجاح الخارجي، المشكلة في الجرح النفسي الداخلي اللي محتاج يطيب. طول ما احنا معتمدين على مصادر خارجية أو تصفيق من الناس عشان نثبت قيمتنا، هيفضل الاحتياج لدليل جديد موجود. القيمة الحقيقية لازم تبدأ وتتبني من جوه، مش من أي حاجة بره. والخوف من الظهور على الحقيقة هو واحد من أصعب نتائج الجرح ده. الشعور بالنقص بيخلي الواحد يلبس قناع ويمثل إنه قوي، مستقل، مش محتاج حد، وواثق من نفسه بزيادة. وكل ده بيحصل عشان هو من جواه مرعوب إن حد يقرب ويشوف ضعفه البشري أو عيوبه. الإنسان اللي حاسس بالنقص مش دايما بيبان مكسور وضعيف، أحيانا بيبان في صورة شخص مثالي ومستقل لدرجة تخض، بس من جواه بيكون عايش في رعب مستمر من إن حد يكتشف إنه مجرد إنسان عادي بيغلط وبيضعف. وفي تفاصيل حياتنا اليومية الموضوع ده بيبان بأشكال سريعة ومتكررة جدا، زي شخص يسمع مدح كتير جدا بس يمسك في تعليق سلبي واحد ويقدر نفسه بيه وينسى كل الحلو، أو شخص ينجح في شغله بس يفضل حاسس إنه لسه أقل من اللي حواليه، أو حد في علاقة ومرعوب ومستني طول الوقت إن الطرف التاني يسيبه ويمشي، أو حد بيغير من شكله وطريقته عشان بس يبقى مقبول وسط شلة معينة، أو حتى شخص بيعتذر عمال على بطال في مواقف هو أصلا مش غلطان فيها. دي كلها تصرفات يومية بتعكس الجرح العميق ده. ومن هنا بتيجي أقصى درجات جلد الذات، زي المقولة دي: أنا فاشل، أنا ضيعت حياتي، العيب أكيد فيا. أي غلطة بسيطة ممكن تخلي الشخص يكلم نفسه بمنتهى القسوة. جلد الذات ده عامل زي الصوت اللي الواحد بيضرب بيه نفسه على أمل إنه يبقى أحسن، لكنه للأسف عمره ما بيصلح العيوب، هو بس بيعمق الجرح أكتر وأكتر، بيكسر الثقة بالنفس وبيخلي الواحد يحس إنه فعلا ما يستاهلش أي حاجة كويسة تحصل له. وهنا لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا: الفرق بين تطوير النفس بهدوء من منطلق حب وسلام داخلي، وبين ان الواحد يفضل يجري في ماراثون ملوش آخر عشان هو رافض نفسه وكارهها. التطوير الحقيقي بيبدأ لما الواحد يقبل نفسه الأول ويكبر بهدوء، مش لما يفضل يهرب ويحاول يحسن نفسه لمجرد انه بيحتقر النسخة الحالية منه. النمو اللي بيتبني على أساس الرفض الداخلي بيكون مرهق جدا وعمره ما بيجيب رضا حقيقي للإنسان. طيب إزاي نبدأ نتعامل مع الإحساس ده ونمشي في طريق التشافي؟ دي خطوات عملية وبسيطة للشفاء الداخلي. أول حاجة، لازم نتحدى الصوت القاسي اللي جوانا ده ونسأله: أنت مين اللي زرعك جوايا أصلاً؟ تاني حاجة، نوقف فوراً المقارنات الظالمة بين كواليس حياتنا وواجهة حياة غيرنا. وتالت حاجة والأهم، نتعلم نتكلم مع نفسنا برحمة وعطف وحنية، بالظبط زي ما بنكلم أغلى صديق عندنا وهو بيمر بأزمة صعبة. وبعد كده بنيجي لخطوة في منتهى الأهمية، وهي إننا نفصل قيمتنا عن إنجازاتنا الخارجية أو شكلنا. قيمتنا موجودة ومحفوظة لمجرد إننا بشر. الخطوة اللي بعدها هي اختيار علاقات صحية، ناس بتشوف إنسانيتنا وبتقبلنا زي ما احنا من غير ما تقلل مننا. وأخيراً، السماح لنفسنا إننا نكون بني آدمين غير كاملين. إدراك إن وجود عيوب فينا لا يعني أبداً إننا أقل، ده بيعني بس إننا بشر طبيعيين من حقنا نغلط ونتعلم. النص اللي قدامنا ده بيقدم رسالة لازم كلنا نسمعها ونستوعبها. ألم الإحساس بالنقص ده حقيقي ومفهوم جدا. يمكن في ناس كسرت صورتنا عن نفسنا أو مواقف خلتنا نشك في قيمتنا، يمكن اتوجعنا واترفضنا وتقارنا كتير زمان، بس كل ده قطعا مش دليل إننا قليلين أبدا. ده مجرد دليل إننا محتاجين نرجع نشوف نفسنا بعين أحن وأعدل. الإحساس بالنقص مش هو الحقيقة النهائية لقيمة أي إنسان، هو مجرد عرض لجرح محتاج يطيب ويتعالج بحب. وبنختم الشرح بتاعنا بالمقولة العميقة دي: الرحلة مش إن الواحد يكون كامل، الرحلة هي إنه يبطل يعامل عيوبه كأنها هويته. يمكن الواحد مش محتاج يثبت للدنيا إنه كفاية، يمكن بس محتاج يفتكر إنه كان كفاية من الأول، حتى قبل الإنجاز وقبل المدح وقبل ما حد يختاره. إحنا مش ناقصنا حاجة عشان نكون نستحق الحياة ونستحق نتحب. والسؤال اللي هنسيبه يتردد جوانا النهاردة: لو الواحد بطل يصدق إنه ناقص، يا ترى شكل حياته وقراراته بكرة الصبح هيبقى عامل إزاي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.